اهلا بيكم، واخباركم ايه؟ وحلقه كده جديده مع الفانتسي مع كابتن نونو موسم 22 23. حلقه النهارده حلقه كده في السريع، تحضيرات الاسبوع ال21. تنويه كده في السريع، احنا بس بنقول ان الحلقه دي بتتسجل قبل الجوله النهائيه او الماتش النهائي في الجوله ال20 اللي هو هيبقى يوم الخميس بالليل ما بين مانشستر سيتي وتوتنهام. تاني حاجه، وبنفكركم زي ما احنا دايما متعودين بالديدلاين بتاع الاسبوع ال21، هيبقى يوم السبت اللي جاي 21 يناير الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة. طيب، خلي بالك ان الديدلاين بتاع الاسبوع ال 22 هيبقى فرق ما بينه وبين الاسبوع ال 21 تقريبا 12 يوم. زي ما احنا بنقول الديدلاين بتاع الاسبوع ال 21 السبت الجاي اللي هو 21 يناير، الديدلاين بتاع الاسبوع اللي بعديه اللي هو الاسبوع ال 22 هيبقى يوم السبت 3 فبراير، او يوم الجمعة اسف 3 فبراير. فبالتالي انت تقريبا كده عندك 12 يوم. في خلال ال 12 يوم دول او الاسبوع اللي هو الراحه اللي في النص ده هيبقى ماتشات الكاس. فالنصيحه هنا ان انت تاجل او تتقل على تغييراتك وتتقل على استخدام اي خواص. ليه انا بقول لك كده؟ ليه بقول لك ان انت تتقل؟ على اساس ان هو في خلال الاسبوع ده لغايه او مع بدايه الاسبوع ال 22 هيبقى في اخبار كتيره قوي او تاكيدات كتيره قوي على اللي احنا مستنيينه بخصوص سواء البلان جيم ويكس اللي جايه او الدبل جيم ويكس اللي جايه. خليني اقول لك ان هو لغايه دلوقتي ما فيش اي طبعا دبل جيم ويك في الاسبوع ال21، لكن المؤكد الاسبوع ال22 وفي ال23 ان انت في الاسبوع ال22 الغالب، وده اللي هيتم تاكيده زي ما احنا بنقول مع حاجات تانية او اخبار تانية او تاكيدات تانية في الاسبوع او قبل مرحله ما قبل الاسبوع ال22 اللي هو تاني ما بينه وبين الاسبوع ال21 اللي هو الاسبوع اللي جاي تقريبا 12 يوم. هيتاكد ان غالبيه الدبل جيم ويك هيبقى الفريق مانشستر يونايتد في الاسبوع ال 22، وغالبا سواء ان هو هيلعب مع ليدز وكريستال بالاس، وغالبا كمان ان هو ممكن يبقى في دبل جيم ويك تاني لفرقه تانيه اللي هو ليدز او برينفورد. فبالتالي اللي هو الاحتماليه الاكبر في الاسبوع ال 22 وده اللي هيتم تاكيده في الفتره اللي جايه ان مانشستر يونايتد هيبقى ليه دبل جيم ويك سواء مع ليدز وكريستال بالاس، او من الناحيه التانيه برضو في فرقتين غالبا او احتماليه برضو بس اقل من مانشستر يونايتد ان هم هيبقى ليهم برضو دبل جيم ويك سواء ليدز او برينفورد. طيب، في الاسبوع ال 23 وده مؤكد يعني مش هنستنى منه اخبار، ده خلاص فاينل، عندنا دبل جيم ويك لمانشستر سيتي وارسنال. وبنقول لك برضو بنفكرك ان مانشستر سيتي هو تقريبا الفرقه الوحيده لغايه دلوقتي اللي هو تم التاكيد رسمي نظرا ان هي خرجت من الكاراباو كاب الاسبوع اللي فات على يد ساوثهامبتون ان هم مش هيبقوا بلانك في اول بلانك في الاسبوع ال 25. طيب، خليني اقول لك ان هو الاحتماليه برضو للناس اللي بتفكر او طبعا منطقيا جدا ان هي بتفكر تجيب لعيبه من الفرق اللي ماتشاتها الى حد ما سهله في الفتره اللي جايه او متالقين، وعلى الاخص من برايتون وبرينفورد ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، او بالذات برايتون وبرينفورد ونيوكاسل، على اساس ان مانشستر يونايتد غالبا هيبقى عنده دبل جيم ويك في الاسبوع ال 22. اتقل زي ما بقول لك، لان الغالب في دول ان هم هيبقوا بلانك في الاسبوع ال 25. تاني، برايتون وبرينفورد ونيوكاسل، وطلعنا مانشستر يونايتد بره القصه دي على اساس ان هو على الاقل عنده دبل جيم ويك، احتماليه الاكبر ان هو دبل جيم ويك في الاسبوع ال 22. عشان كده بقول لك اتقل على تغييراتك، اتقل على الخواص بتاعتك، على اساس ان هي الفتره تاني اللي هو مع بدايه الاسبوع ال 22 حاجات كتيره قوي في اللي احنا بنقوله ده هتبقى كونفيرمد او هتتحدد بشكل نهائي. يعني هيبقى في انفورميشن او معلومات اكتر على اكبر بلانك جيم ويك مرشح لغايه دلوقتي زي ما اتكلمنا قبل كده الاسبوع ال 28 هيتم تاكيده مع بدايه الاسبوع ال 22. مين الفرق اللي هتبقى بلانك في الاسبوع ال 28 اللي هو مرشح بقوه ان هو يبقى اكبر بلانك جيم ويك في الموسم ده. طيب، وهيتم برضو التاكيد على الدبلات اللي جايه سواء الدبلات الكبيره او الدبلز اللي في النص كده اللي هي برضو ايه ما بين فرقه او فرقتين في الفتره اللي جايه. خليني اقول لك برضو على جنب كده معلومه بالنسبه لبرايتون تاني، اتقل على برايتون. برايتون عنده مؤجلات كتيره قوي، او احتماليه الاكبر ان هو هيبقى عنده مؤجلات زي ما اتكلمنا في ال 25 وال 28 وال 32. فمعنى كده ايه؟ ان هو هيبقى عنده دبل جيم ويكس كتيره قوي في تقريبا كده في اخر 10 اسابيع من الدوري. يعني مثلا من الاسبوع ال 29 او ال 30 غالبا هيبقى من اكتر الفرق ان ما كانش اكتر فرقه عندها مؤجلات، فبالتالي عندها دبل جيم ويكس لغايه نهايه الدوري. عشان كده بقول لك برايتون خلي بالك، احتماليه كبيره ان هو لسه هيبقى عنده بلانكات كتيره قوي للفتره اللي جايه، لكن ده معناها ان هو هيبقى عنده دبل جيم ويكس، لكن
مع نهايه الدوري او مع بدايه، او بنتكلم عامه في اخر 10 اسابيع من الدوري ممكن نركز اكتر مع فرقه برايتون. وحاجه كمان بالنسبه لفرقه برايتون، القرعه ليفربول هيلاعب برايتون في الدور الرابع من الكاس في الوقت اللي هو ما بين الاسبوع ال21 في الدوري والاسبوع ال22. الكلام ان برايتون لو كسب ليفربول فمعناها ان هو في الاف اي كاب، فمعناها ان برايتون لو كسب ان هو هيبقى بلانك مؤكد في ال25. طب لو ليفربول كسب معناها ان غالبيه ان ممكن ليفربول سواء في الاسبوع ال25 او ال26 ان هو يبقى عنده دبل جيم ويك مع وولفرهامبتون ومع تشيلسي. كل ده كلام تاني، اتقل على تغييراتك، اتقل على الخواص بتاعتك، كل ده هيتم تاكيده من في الاسبوع اللي هو لغايه ما يبتدي الديدلاين بتاع الاسبوع ال22 اللي هو الجمعه 3 فبراير. نخش بقى على توقعات الكمبيوتر زي ما احنا متعودين للفرق في الاسبوع ال21. الغريب ان طبعا يعني وده المنطق بالنسبه لي، ان انت مش هتلاقي في التوقعات سواء على مستوى اللعيبه او على مستوى الفرق لعيبه كتير او فرق كتيره من البيك 6. وده عشان خلي بالك ان في اصعب حاجه ان انت تعمل بريدكشنز سواء لكلين شيتس او اهداف او بوينتس او حتى لعيبه لو الفرق الكبيره هتلاعب بعض. احنا عندنا في الاسبوع ال21 اربع فرق هيلاعبوا بعض، يعني ماتشين سواء ليفربول هيلاعب تشيلسي او ارسنال هيلاعب مانشستر يونايتد. فده طبعا بيخلي الباب مفتوح، يعني صعب جدا ان انت تعمل توقعات، صعب جدا ان انت، وشفنا حتى مانشستر سيتي قدام مانشستر يونايتد يعني في الاخر ما خلصش بكلين شيتس او هالاند ما جابش حاجه. فكل ده برضو بتبقى صعبه او بتبقى بالبلدي كده خارج التوقعات. نرجع تاني لفرق، مش هتلاقي بس غير فرقه مانشستر سيتي على مستوى التوقعات بتاعه الكمبيوتر كفرق او لعيبه هي اللي داخله معانا، لان هم منطقي او نظريا حتى على الورق هيلعبوا فرقه وولفرهامبتون. وبرغم ان انا مقلق شويه لان دايما التاريخ قدام وولفرهامبتون يعني وولفرهامبتون بتبقى برغم مستواهم او كده، لكن اعتقد وحتى باداء التكتيكي او الدفاعي قوي او المتحفظ اللي بيلعب بيه المدير الفني لوبيتيجي مع وولفرهامبتون وبالذات قدام الفرق الكبيره، اعتقد ان هو مش هيبقى ماتش سهل خالص لمانشستر سيتي. دايما بيعصلجوا قدام مانشستر سيتي وممكن يخلص بالعافيه ولا حاجه، هنشوف. كل ده احساس، كل ده بناء على التاريخ، لكن التوقعات بتقول لنا على مستوى الكلين شيتس للفرق اكتر فرق هتجيب كلين شيتس هي مانشستر سيتي، ويست هام، ارسنال برغم ان هو هيلعب قدام مانشستر يونايتد، بورموث هيلعبوا نوتنغهام فورست، ليفربول برغم ان هو هيلعب مع تشيلسي ونيوكاسل. على مستوى الاهداف او هجوميا اكتر فرق متوقع ان هي تجيب اهداف مانشستر سيتي، ليفربول، ارسنال، وليدز اللي هيلعبوا برينفورد، ويست هام اللي هيلعبوا ايفرتون، وتوتنهام اللي هيلعبوا فولهام. غريب جدا ان حتى توتنهام مش داخل معانا في البريدكشنز بتاعه الكلين شيتس. فولهام فرقه قويه كويسه متالقه جدا بالذات على المستوى الهجومي، لكن برضو توتنهام يا جماعه، لكن زي ما كنا اتكلمنا قبل كده احصائيات توتنهام الدفاعيه بالذات من خط النص او التمركز الدفاعي بتاعهم كتير قوي، بتخلق عليهم محاولات كتيره، بتخلق عليهم فرص كتيره قوي بالذات من النص، ودي برضو من اكتر نقط القوه بالنسبه لفولهام على المستوى الهجومي. طيب على مستوى الاوفرول بوينتس، مانشستر سيتي، ليفربول، ارسنال، ويست هام، بورموث، ليدز، ونيوكاسل. على مستوى اللعيبه من كل خط، حراسه المرمى عندنا ادرسون، عندنا رامزديل، عندنا فيبرنسكي، عندنا اليسون، وعندنا نيتو من بورموث. على مستوى خط الدفاع عندنا تريبيير الراجل يعني اللي مش مقصر معانا في اي حاجه، ترينت الكسندر ارنولد، واكي، اكانجي، كوفال، سميث من بورموث، وداوزون من ويست هام. زي ما بقول لك الدفاع كله ويست هام وبورموث، حاجه غريبه جدا بصراحه. عندنا كده بعد كده على مستوى خط النص كيفن دي بروينا، سون، عندنا محرز وصلاح وبوين واوديجارد الراجل يعني اللي شغال زي الفل، وكنا اتكلمنا عليه في حلقه المقارنات في الاسبوع اللي فات ما بينه وبين مارتينيلي. على مستوى خط الهجوم عندنا هالاند وعندنا كين وعندنا توني اللي هيلعبوا ليدز، الراجل اللي رجع وعمل جاب جون في الماتش اللي فات، عندنا جونسون الراجل اللي جاب جونين نوتنغهام فورست، وعندنا متروفيتش الراجل يعني اللي بصراحه كده ضيع ضربه جزاء بغرابه شديده جدا في الماتش اللي فات قدام نيوكاسل. وبعد كده عندنا ادمز من ساوثهامبتون. وهنا انا برضو اللي مستغرب ان مفيش حد من الديفرنشالز احنا كنا قلنا عليها الاسبوع اللي فات من نيوكاسل، ويلسون وايزاك. ايزاك رجع اخيرا، احصائياته كويسه جدا. فرقه نيوكاسل فرقه
هجوميه ماتشاتها كويسه، وراجل جاب جون في الماتش اللي فات، ويلسون كمان هو اللي عمل له الاسيست. طيب اوفرول كده اكتر فرق او اكتر لعيبه هتجيب نقط في الجوله ال 21 كتوقعات للكمبيوتر: هالاند، بعد كده كين، بعد كده كيفن دي بروينا، سون، محرز، صلاح. وصلاح دايما بيتالق قدام الفرق الكبيره وليه ريكورد كويس قوي قدام تشيلسي. عندنا بعد كده توني، عندنا بوين، اوديجارد، وجونسون. زي ما احنا متعودين في الموسم ده احصائيات كلها بتأيد الهجوم وبتأيد خط النص على حساب الدفاع. عندنا في العشرة دول اللي هم اعلى لعيبه مرشح انها تجيب نقط، عندنا 4 من الهجوم و6 من النص، مفيش حد من الدفاع ومفيش حد من حراسه المرمى. طب بالنسبه بقى للدرافت اللي بيرشحها لنا الكمبيوتر للاسبوع ال 21: رامسديل، ودي غريبه بالنسبه لي، في حراسه المرمى. عندنا كوفال وسميث وداوزن، والثلاثه يعني الدفاع اصلا بتاع الفرق بتاعتهم مش احسن حاجه، سايبين ارسنال، سايبين تشيلسي، سايبين ليفربول، سايبين مانشستر يونايتد، سايبين مانشستر سيتي، كل دول سايبينهم توتنهام، وجايبين 3 من ويست هام، دبل اب من ويست هام وواحد من بورموث. بعد كده عندنا في خط النص عندنا كي دي بي وصن ومحرز وبيلي، الراجل كده اللي كل شويه يطلع من وقت للتاني، تحطه على الدكه يجيب، تحطه اساسي ما يجيبش وياخد انذار ويطلع. المهم عندنا بعد كده في خط الهجوم الثلاثي هالاند وكين وجونسون. كان كده سؤال بالنسبه لويج هورست، الراجل المعار من بشكتاش التركي مؤخرا، المهاجم الهولندي المعار مؤخرا لمانشستر يونايتد. بصراحه سعره مغري جدا، 6 مليون. وهنتكلم شويه عن القصه دي. مش ريسك كبيره لو انت جبته، والراجل جاي اصلا نظرا لوجود فجوه في الخط الهجومي بالنسبه لمانشستر يونايتد، واللي اتقال صراحه من المدير الفني لمانشستر يونايتد ان خلاص رونالدو مش موجود، راح النصر زي ما احنا عارفين. وفي نفس الوقت الوحيد اللي هو بيلعب دور راس الحربة هو مارسيال، ومارسيال على طول في اصاباته متكرره. في نفس الوقت الجزء البدني بتاعه مش كونسيستنت، او في الوقت للتاني بيطلع او بيغيب، فبالتالي هو جاي كويج هورست عشان يغطي القصه دي. الخطه دايما بتاعه المدير الفني لمانشستر يونايتد مش بتعتمد على تارجت مان او راس حربه بالمفهوم التقليدي او التراديشنال، بتعتمد ان هو حد بيرجع بيكمل مع الفرقه، بيطلع بره، بيبقى ليه مهام دفاعيه، بيرجع ورا كتير، بيطلع بره منطقه الجزاء كتير. شفناه قدام كريستال بالاس. طبعا لسه ويت اند سي، ممكن نستنى نشوفه. زي ما بقول 6 مليون مش ريسك قوي، بالذات مانشستر يونايتد عندهم دبل جيم ويك والفرقه عامله مستوى كويس. لكن انا القلق بالنسبه لي لما شفته مع كريستال بالاس ان هو الفكره ان هو مقصر قوي، نفس فكره نونيز وصلاح، يعني مقصر قوي على راشفورد. شفنا راشفورد ما بقاش يخش منطقه الجزاء كتير، الفعاليه بتاعته متاثره، بيلعب كده على الجنب الشمال. وكمان اثر كمان على لوك شو شفناهوش بيطلع كتير، عملش غير اوفرلاب واحد بس مع راشفورد في الشوط الاولاني، كان هيجيب جون من تسديده خارج منطقه الجزاء، لكن ما شفناهوش تقريبا في الشوط الثاني خالص بيطلع زي ما كان بيطلع قبل كده. فانا بس خوفي الوحيد ان ويج هورست لما يلعب كمهاجم صريح او تارجت مان داخل منطقه الجزاء بالنسبه لمانشستر يونايتد، هيأثر على راشفورد ان هو يخليه يتطرف ناحيه الشمال، وكمان هيأثر على كل ده هنشوفه. لكن ده ما يعفيش ان هو يعني مهاجم كويس، وراجل يعني هو طلع كده في 2012 في الدوري القسم الثاني الهولندي مع فرقه كده مغموره، كان ساعتها جاب 20 جول في 62 ماتش، وبعد كده ابتدى برضه طلع الدوري الممتاز مع فرقه وساعدهم برضه تقريبا بنفس الريكورد اللي هو بتاع 20 جول في 64 ماتش، ساعدهم لاول مره في تاريخهم ان هم يتأهلوا للدوري الاوروبي. وبعد كده اتنقل لفريق تاني في الدوري الهولندي الممتاز، جاب فيهم 30 جول في 60 ماتش. وبعد كده هو دولي اصلا من 2017، 18 جول و6 اسيستات، يعني من اعلى 5 او 10 هدافين على مستوى المنتخب الهولندي. ويمكن في ناس كتير قوي مش طايقاه من ساعه ما كان مع بيرني اعاره في الموسم اللي فات، وهقول لكم ليه. لكن بصراحه الراجل كان نجم جدا، بالذات علم مع الناس، بالذات في الماتش بتاع دور الثمانيه بتاع هولندا قدام الارجنتين في كاس العالم الاخيره، لما نزل كده في الدقيقه 78 وجاب جونين في اخر 10 دقائق وقلب الماتش، والماتش قلب اثاره، وفي الاخر هولندا طلعت بضربات الجزاء. خليني اقول لك ان هو برضو في 2018 اتنقل لفولفسبورج الالماني، وفي اول موسم ليه طلع ثالث هدافي البوندسليجا. هو راح بيرني في يناير 2022 راس حرب. احنا عارفين بيرني اصلا يعني مش الفرقه اللي هي بتلعب هجوميه، فرقه بتقفل، كل اللعيبه بيبقى ليها مهام دفاعيه. لكن برغم كده الراجل كان جايب جونين في 20 ماتش وثلاث اسيستات، الاكس جي بتاعه كان كويس
احصائيات الاكس جي او الاكسبكتد جول كانت 3.86، لكن هو كارقام كجوان واسيستات كان بيأندر بيرفورم. يعني اكس جي كاحصائيات بيضيع بيجيب بيعمل، لكن فعليا كانت الاحصاء الاندر بيرفورمنج، الاحصائيات بتاعته كانت اعلى من الفعلي. اغلب محاولاته الهجوميه كانت تقريبا 24 محاوله هجوميه اجمالي 30، يعني 24 محاوله هجوميه من داخل منطقه الجزاء من اجمالي 30. فده يقول لك قد ايه ان هو تارجت مان، ممكن يلعب داخل منطقه الجزاء. محاولاته الرأسيه مع بيرني كانت قليله برغم ان هو يعني مهاجم طويل وعريض جدا يعني، لكن محاولاته الرأسيه كانت توتال 6، ودي ما كانتش احسن حاجه في الدوري الانجليزي ساعتها. زي ما احنا بنتكلم ان هو مع بشكتاش بقى لما تم اعارته من بيرني، راح بشكتاش في النص الاولاني من الموسم الحالي، جايب معاهم 8 تجوان و4 اسيستات في 16 مباراه، منهم 3 اهداف رأسيه، وده مجموع الاهداف اللي جابوها مانشستر يونايتد لغايه دلوقتي. خليني اقول لك ان هو برضو ارقامه الاحصائيه مع بشكتاش بالذات الهجوميه كويسه جدا. يعني هو في التسديدات من داخل منطقه الجزاء 3.3 شوت بمعدل 3.3 من 10 تسديده لكل جيم، وده برضو ممكن يساهم في البونص، ويساهم في ان هو يعني محاولاته الهجوميه تبقى مؤثره في الفتره اللي جايه مع مانشستر يونايتد. على العموم هنشوف. وفكركم كده بيرني الناس كتيره قوي كانت قرفانه منه، لانه كان بيرني لو تفتكروا في دبل جيم ويك، كان في دبل جيم ويك ال 27 في الموسم اللي فات، ناس كتيره قوي جابته وعملت ريسك عليه، وفي ناس عملت تريبل كابتن او كابتنته ما جابش غير 3 نقط بس، ناس كتيره باعته. وبعدين كان في تاني دبل جيم ويك 31 بالنسبه لبيرني في الموسم اللي فات، ناس كتيره برضو تقريبا 650 الف، انا فاكر والله 650 الف واحد جابوه، برضو ما جابش غير ال3 نقط اللي هو متعود عليهم. لكن برضو مانشستر يونايتد مختلف تماما عن بيرني بالذات في الجانب الهجومي. اعتقد برضو ان هو هياخد دقائق كتير نظرا ان مفيش حد غيره، لكن زي ما انا بقول 6 مليون كويس، مش ريسك كبيره قوي ان انا اجيب حد من مانشستر يونايتد، وبالذات ان ماتشاتهم كويسه وعندهم دبل جيم ويك. لكن انا خايف بس ان هو ما يلعبش كراس حربه صريح، يطلع بره فيفقد تاثيره، وفي نفس الوقت كمان خايف من، ولسه هنشوف القصه دي بدري شويه، لكن خايف ان هو ياثر على محاولات او التاثير او الفعاليه بتاعه راشفورد، ان هو بيبعده شويه عن منطقه الجزاء، وكمان لوك شو من ناحيه الشمال. دي كده كانت حلقتنا النهارده، مستنيين اسئلتكم ونشوفكم على خير، وشكرا ليكم وبالتوفيق.